بعد الكارثة الكبيرة اللي دارها شاوشي ضد سلوفينيا في بداية كأس العالم، قرر رابح سعدان مدرب المنتخب الجزائري غامر بحارس في عمر 24 سنة يلعب في نادي مغمور ببلغاريا مبولهي. والبداية كانت أسطورية، تصدي جنن كابيلو، زيد تصديات ولا في الأحلام، حارس مرمى كأنه أخطبوط يا جدك. وخرج المنتخب الجزائري بتعادل ضد إنجلترا، من بعد كمل تصديات ضد أمريكا، المباراة اللي كنت الجزائر يلزم تفوز فيها. دار تصديات ودار الواجب، دار اللي عليه وزيادة. تصديات كيما راك تشوف، تحرك يمين يسار جننهم، هبلهم يا جدك، خرجهم من عقلهم ماريكان. وزيد عنده حتى قوة في التصديات تاعو، يخرج الكرة، ولكن للأسف خرجنا من كأس العالم بخسارة ضد أمريكا من الدور الأول. وفي 2014 راح المنتخب الجزائري بنية تاع تكون عنده مشاركة مشرفة في كأس العالم، وبدا مبولهي بالتصديات تاعو، وبالخبرة هذه المرة قدم أداء أقوى. هنا تصدي برجل اليسرى جنن بلجيكا، حيرهم. كان هنا الأسطورة زاد أنقذ المنتخب الجزائري من رأسية فيلايني، ولكن مع كامل تصديات خسرنا 2-1 ضد بلجيكا، وكانت مباراة للنسيان. في المباراة الثانية ضد كوريا الجنوبية، تصدي من وسط الميدان طار كي القط، وزاد كمل في التصديات. في مباراة كانت مهمة، كان الفوز ضروري، وفزنا 4-2 ضد كوريا الجنوبية. وضد روسيا كان ممنوع الخسارة، ومبوله يكمل في التصديات ودار أداء عالمي، أرعب الروس وخرجهم من عقلهم. تصديات ولا في الأحلام. وتأهلنا في المركز الثاني لمواجهة العملاق الألماني اللي كان أقوى مرشح باش يكون بطل العالم. اللي مبولحي في المباراة هذه خرج كامل الطاقة تاعو 200%. تصديات أني نقول لك قط كأنه قط أخطبوط، قول اللي تحب. أخرج كامل الإبداع تاعو والخبرة قاع خرجت. هاني نقول لك شو كيف صوتها، شو هاني نقول لك كأنه قط. الله يبارك، مستوى كبير، الأسطورة ما أخدش حقه في أوروبا. بهذا المستوى كان يروح بعيد بعيد بعيد. شو التصديات، با 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 با. وخرجنا ضد ألمانيا اللي فازت بكأس العالم. وش رأيكم؟ كلمة في حق الأسطورة اللي اعتزل مبولهي.